ليه يا رب أخدت ماما مني؟ ليه ما سبتهاش شوية؟ ليه أخدتها بدري؟ دي كانت لسه صغيرة. طب كنت استنى تفرح بينا وتشوف أحفادها. طيب مين هيعولنا دلوقتي؟ طب على فكرة بقى، انت مش شايف الست اللي جنبنا؟ الست مطلعة عين جوزها وعيالها، ما أخدتهاش هي ليه؟ دي كانت ست شريرة. كنت سيب أمي الطيبة، اشمعنى أنا اللي أعيش من غير أمي؟ ليه حرمتنا منها؟ على فكرة بقى، انت مش بتحس بينا ولا بتحبنا زي ما بتقول. إهداء لكل شخص مر بمشاعر الفقد. الفيديو ده معمول علشانك، أتمنى يكون سبب تعزية لروحك. بصلي ليك إن الله هو اللي يداوي كل جروحك وكل حزن جواك، ويجاوب على كل سؤال عندك. الحقيقة إن مشاعر الفقد من أصعب المشاعر اللي الإنسان ممكن يحس بيها، وخصوصا لما بتيجي مفاجأة، بتيجي بدون سابق إنذار. بتحس إن كأن في حد ضربك على دماغك، أو كأنك في حلم ومستني إنك أنت تصحى منه. كل الأسئلة اللي اتقالت في مقدمة الفيديو ده أي حد مر بمشاعر الفقد أكيد سألها لربنا، بس هيبقى السؤال الأهم: ليه؟ ليه يا رب سمحت بكده؟ وعشان تفهم وتعرف إجابة ليه، أنا عايزك تكمل الفيديو ده للآخر، واعمل لايك للفيديو، ولو أنت مش مشترك في القناة تكون بتشترك، ولو أنت بتتفرج على الفيسبوك اعمل متابعة للصفحة. أمي كان عندها مرض نقص الصفائح الدموية. الحقيقة المرض ده ناس كتيرة اتعالجت منه. أول ما اكتشفنا المرض دوت رحنا لدكاترة كتير عشان نكون بنتعالج منه، وفعلا وصلنا لدكتور، والدكتور دوت كتب لماما علاج، وفعلا العلاج عمل معاها نتائج احنا ما كناش نتوقعها. بس كان أقل دور برد أو أقل ميكروب كان بيجي لماما كان بينقص الصفائح الدموية ديت، وكانت بتتعب جدا، وأوقات كمان كانت بتحتاج إن هي تروح للمستشفى عشان تنقل دم وصفائح. وكانت كل شوية النتائج بتتحسن وماما صحتها بتبقى كويسة، بس برضو كانت بتعدي وقت وماما بتتعب، لحد ما جينا في يوم ماما تعبت جدا ورحنا المستشفى. بس رحنا عشان نظبط شوية حاجات لماما، على أساس إن هي خلاص احنا فهمنا القصة بتاعتها وفهمنا ايه اللي بيحصل، فرحنا المستشفى عشان نظبط موضوع الصفائح والدم وإنها تكون بترجع تاني. بس اللي حصل إن ماما ما رجعتش. يوم 8/7/2023 ماما سافرت السما. كلنا عارفين إن الموت والحياة بإيد ربنا، وإن هو ليه اللي سلطان على الموت وليه سلطان على الحياة. وكمان عارفين إن كلنا هنموت، وإن كل واحد فينا ليه رسالة على الأرض هيعملها ويروح لربنا. وكمان عارفين إن حياتنا على الأرض حياة سريعة جدا، بتظهر قليلا زي البخار كده وبعد كده بتختفي. وكمان عارفين إن حياتنا على الأرض دي حياة مؤقتة، لكن حياتنا في السماء أو في جهنم هي الحياة الأبدية اللي إحنا بعد ما هنخلص أيامنا على الأرض هنقضي فيها إلى الأبد، سواء كانت في السماء أو في جهنم. ورغم إن إحنا عارفين كل ده، بس أول ما بيحصل عندنا وبنمر بمشاعر الفقد، أول سؤال بيجي على بالنا: ليه؟ ليه يا رب بتسمح بكده؟ تخيل معايا إنك أنت أب وعندك ابن عنده 2 أو 3 يا دوبك يعني بيعرف يتكلم. تخيل معايا يعني إن هو بيعرف يتكلم، وانتوا راكبين العربية مع بعض وانت سايق، وهو كل شوية يقولك: ليه يا بابا بتمشي بالطريقة دي؟ ليه يا بابا بتروح من الشارع ده؟ ليه يا بابا انت بتسرع او بتبطأ؟ ليه بتدخل من المنطقة ديت؟ ليه انت بتسوق بالطريقة ديت؟ اول رد هيجي على لسانك على طول هتقول له ايه؟ انا فاهم انا بعمل ايه، انا بعرف اسوق، انا بعرف امشي العربية، انا عارف الطريق، انت لسه مش فاهم، انت لسه صغير ما فهمتش. نفس الفكرة احنا بنعملها مع ربنا لما بنسأله: ليه انت بتعمل كده؟ وكأننا بنقول لربنا: احنا بنفهم اكتر منك، او انت مش فاهم اللي حصل لنا. مكتوب عن ربنا كده في صمويل الثانية 14:14 انه يفكر افكارا قبل ما ياخد نفس الانسان. انت متخيل؟ الله العظيم اللي فاهم كل حاجة وعارف كل حاجة بيفكر قبل ما ياخد روح حد، بيحسبها، بيشوف امتى ياخد روح الشخص ده. وكمان مكتوب عنه ان افكاره لينا سلام دايما، لينا خير دايما. سلام ازاي؟
سلام ازاي وانا موجوع؟ سلام ازاي وانا حزين؟ سلام ازاي وانا متألم من اللي حصل لي؟ صعب جدا تفهم افكار الله. وعشان اشرح لك ازاي ان هو صعب انك انت تفهم افكار الله، تعالى معايا عند البحر. تعالى بص كده، انت شايف اخر البحر صح؟ النقطة دي، هل ده اخر البحر؟ اكيد لا، بس انت عشان نظرك محدود فشايف على قد ما عينيك جايباه. نفس الفكرة مع الله، انت فاهم على قد مستوى فكرك ودماغك. مستحيل تفهم افكار الله، لان الله افكاره غير محدودة. فخد بالك وانت بتسأل ليه، انها ما تكونش اعتراض وتمرد على مشيئة ربنا. بل من انت ايها الانسان الذي تجاوب الله؟ ألعل الجبلة تقول لجابلها لماذا صنعتني هكذا؟ بس احنا عشان بشر وعندنا مشاعر، فطبيعي جدا ان انا اكون بحزن وبتضايق وبتوجع واتألم. بس اللي مش طبيعي ان انا اكون بخاصم الله، ان انا اخد موقف منه، ان انا اتضايق وازعل منه. لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. ونيجي عند اهم سؤال انت اكيد بتسأله لحد دلوقتي: ليه الله بيسمح بالألم؟ ليه سمح باللي حصل معايا؟ ليه سمح ان انا افقد امي؟ ليه سمح ان انا افقد ابويا، اخويا، مراتي، جوزي، صاحبي؟ ليه الله بيسمح بكده؟ ورغم ان قلت لك ان صعب جدا تفهم افكار الله، بس هقولك على 7 اجابات لما انا عرفتهم وفهمتهم فرقوا معايا جدا. اول حاجة، علشان نختبر الروح المعزي. في وقت الألم الشديد الله بيضمنا لحضنه حتى لو كنا مش بنحس بحضوره. تاني حاجة، عشان نقدر نعزي ناس غيرنا. بروحنا بتخلينا نقدر بعد وقت نساعد الناس بالتعزية اللي الله اداها لنا. تالت حاجة، عشان نختبر يسوع الشافي المجروح. الله بيعرف معنى الألم. يسوع عاش حياة بشرية كاملة وعرف الألم واختبر الألم والوجع، علشان كده بيكون حنين ورقيق علينا لما بنتألم. رابع حاجة، علشان المتألمين غيرنا لما يشوفوا التعزية اللي الله اداها لنا يتشجعوا بينا. خامس حاجة، عشان نتكل على الله أكتر. ودي من أهم النقط اللي بسببها دايما بنشعر بالألم، لأني بحط اتكالي على شخص معين، بحط فرحتي على شخص معين، بحط أماني وسلامي في شخص معين. فلما الشخص ده بيروح أنا بتألم جامد لأني متكل عليه. فخلي دايما اتكالك على الله مش على إنسان. سادس حاجة، علشان الله يتمجد لما يساعدنا إننا نتخلص من الألم بتاعنا. سابع حاجة، عشان الناس اللي حواليك تتقوى وإنت بتصلي من أجلهم. وإنت متألم وإنت موجوع وإنت حزين، لما تصلي من أجل الحد ده هيتشجع جدا وهيتقوى جدا إنك إنت بتصلي من أجله. الله مش بيفرح بألمنا، إحنا لازم نستمر في ثقتنا في الله كأب ومصدر لكل تعزية ومنقذنا. رغم ان هو مش بيرفع عننا ألمنا في كل وقت، إلا ان وعوده دايما بتعدينا أوقاتنا الصعبة. بس أنا خلصت كلامي. أتمنى الفيديو يكون كان سبب تعزية ليك. بفكرك انك تعمل لايك وشير، ولو انت لسه مش مشترك في القناة تكون بتشترك، ولو انت على الفيسبوك تكون بتعمل لايك وشير وتتابع الصفحة.